السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي، اخباركم عاملين إيه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقة جديدة بعنوان سؤال بيدور في بال حضراتكم وبارد عليه، او عايز اقول لك لو كان ممكن حالة من الحالات اللي انا هاقولها مثلًا تكون حصلت مع حد فيكم قبل كده. حالة كانت جاية للعيادة امبارح حوالي 20، 21 سنة، حشى ضرسه قبل كده والحشو وقع وعنده ألم عايز يخلعه. طب إحنا ممكن مسألة الألم دي هنحلها بالعلاج، هتاخد مضاد حيوية وتاخد مسكنات وخلاص. يبقى الموضوع الألم ده خلص، مش الحل إن إحنا نخلعه، لأن قُلنا كذا مرّة الخلع ما فيش حاجة بتعوّض ضرس ربنا، وأنت على المدى البعيد خاصةً في سِن صغير زي كده، أنت على المدى البعيد هتحتاج إنك تعوّضه تاني. فبلاش إن إحنا إيه، ناخد الفكرة دي، حتى لو أنت حشيته في مكان مثلًا بنُص تذكرة، حسيت المكان مش كويس، المكان مثلًا ما كانش يعني عايز أقول لك جودته حلوة، ممكن إنك أنت ادّي نَفْسك فرصة إنك تحشيه عند حد كويس تاني، وبعد كده قرّر. ابعد عن قرار الخلع نهائي، بلاش الخبرة السلبية دي، وبعد كده بتنقل الحتّة دي زي ما قُلنا في حلقات سابقة لناس تاني، إيه، بتخلّي عندها فكرة الحشو دي فكرة مرفوضة أو منتهية. طب ما إحنا طِب الأسنان اتعمل ليه؟ عشان يحاول يرمّم الأجزاء اللي اتاكلت أو سوِّست من السنان. أشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.